سارة، معدتي وجعاني قوي بقالها كام يوم، وكل ما اكل بحس الاكل واقف ومش طايقه ريحه الاكل. ماما الأعراض دي مش مريحة خالص، لازم تحللي. جرثومة المعدة، وما أدراك ما جرثومة المعدة. في أبحاث بتأكد إن نسبة الناس المصابين في مصر بجرثومة المعدة أكتر من 50 ل 60% من الشعب المصري عندهم جرثومة المعدة. فلما تروح معمل تحاليل هيقول لك بوزيتيف أو نيجاتيف، سلبي أو إيجابي، في أو ما فيش. رحت خدت العلاج ورجعت تاني وعاوز تعرف بعد شهر، شهر ونص استجابة جسمك للعلاج، هتلاقيها برضو إيجابي. طب إحنا استفدنا إيه؟ وهنا بتيجي فكرة اللي لازم نعمل تحليل جرثومة المعدة في البراز بشكل رقمي، بشكل تتر، بحيث ان نعرف بعد فترة من العلاج مدى استجابة جسمنا للعلاج ده. هل العلاج ده مناسب؟ هل العلاج ده عاوز يتغير؟ هل هنكمل؟ هل هنوقف؟ فده بيأكد مع حضراتكم التحليل جرثومة المعدة الرقمي بالبراز مهم جدا 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 لمدى استجابة ومدى تغيير خطة الدكتور للعلاج. وعشان كده معمل النبيل للتحاليل الطبية بيقدم لحضراتكم تحليل جرثومة المعدة بالبراز بشكل رقمي وبجهاز متطور جدا، عشان حضرتك والدكتور المعالج يتأكد مدى استجابة جسمك ومدى استجابة العلاج اللي كتبه لحضرتك.